السلام عليكم البنات، عواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم الطريقه ديال التحمار ديال القوام ديال السلو بطريقه سهله بدون تعب وفي وقت وجيز. عندي هنا الزنجلان، عندي اللوز، عندي هنايا النافع وحبه حلاوه، عندي هنايا الشوفان والدقيق اللي حتى هو محمر. بقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا الطريقه ويعني الاسرار وكيفاش باش حتى شي حاجه من هذا الشيء ما تضيع لكم ولا تحرق لكم. نخليكم مع بقيه الفيديو. ما تنساوش تخليوا لي لايك في الفيديو الا عجبكم بطبيعه الحال، اشتركوا الا كنتم مازال ما مشتركين وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، ونخليكم مع بقيه الفيديو. غادي نعطيكم اسهل طريقه باش نسهل عليكم المأموريه، ما يشدش لكم الوقت بزاف وما يعذبكمش. اول حاجه بالنسبه للوز، فاسهل طريقه نقدروا نحمروا بها اللوز هي الفران. ما يعني جربت نحمروا في مقيله ولا في الكوكوط ولا في اي حاجه، الفران كيبقى اسهل، ما كتشدش لك الوقت بزاف، ما كتعذبيش معاه. فغادي ناخذوه هو الاول، غادي نديروه هكا في واحد اللاطه، غادي نخلي واحد شويه، غنديروه هكا في واحد اللاطه وغادي ندخلو للفران. هاد الشويه اللي خليتها البنات غادي من بعد ان شاء الله غنسلقو وغادي نفسخو وغنقليه باش غنضيفو حتى الاخر ديال السلو. ما غاديش نحمرو مع هذا غنخليه حتى الاخر، غيتسلق ويتفسخ ويتقلى ان شاء الله في الزيت ويتهرمش. وهذا غادي ندخلو دابا للفران، غادي نديرو في الفران يتحمر. الفران مشعول من الفوق ومن التحت، العافيه كتكون متوسطه، مره كنطلعوا عليه كنبقاو ندوه ونجيبوه، وفي نفس الوقت غادي ندوزو نحمروا المكونات الاخرين. ودابا البنات غادي ندوز للزنجلان، هو التالي اللي غادي نحمر. غادي نجيبوه هكا وغادي نديروه في واحد الكوكوط. صراحه هذه هي احسن طريقه باش تحمروا الزنجلان، هي الكوكوط. ماشي ضروري الكوكوط، تقدروا ديروا اي قميله عندكم تكون غارقه، يعني تكون هكا غارقه وتكون ثقيله، فغادي تقضي الغرض. بالنسبه للزنجلان فجربت صراحه نحمرو في المقله ولا في الفران ولا في اي طريقه، ما جاتنيش مزيانه، كيبقى يطرطق وكيعمر لينا كاع البوطه. هذه هي احسن طريقه تحمروا بها الزنجلان، يعني في واحد الكوكوط غارقه، وكتكون العافيه مهيله بطبيعه الحال. وكنبقاو هكا نحركوه، يعني كنديوه ونجيبوه. في الاول ممكن ما تحركيش، يعني تكوني كتقضي شي حاجه ومره تحركي، ولكن من بعد ملي كيبدا يسخن وكيبدا يطرطق فخصك تبقاي واقفه حداه. المهم دابا في هذه المرحله انا عاد درسو، فممكن مثلا نخليه ونكون كنقضي شي حاجه هكا غير في الكوزينه غير حداه، ومره نجي نقلبو هكا شويه. مني تسمعيه بدا كيطرطق صافي خصك تبقاي واقفه حداه، ما تحركيش، لانه ديك الساعه كيولي ساهل باش يتحرق. المهم انا دابا غنبقى مستمره في التحريك، غير واحد ما كياخذش الوقت بزاف. العافيه ديال يعني العافيه عندنا في الكوكوط راه متوسطه، ماشي مهيله بزاف بحال الشمعه، يعني ناقصه. وتنبقى هكا تنحرك حتى كيبدا كيطرطق ونكمل معاكم. وها هو البنات الزنجلان ديالي، هانتوما غتسمعوا راه بدا كيطرطق. فدابا ما غاديش نوقف من التحريك، تقريبا ربع ساعه هذه وانا شاعله ليه وكنحرك غير مره، يعني كنقضيه حداه في الكوزينه، كنقضي حوايج اخرين في نفس الوقت، كنجي كنديه ونجيبوه هكا ونمشي ثاني نكمل الشغل ديالي. دابا ملي بدا كيطرطق راه غتسمعوا داك الطرطق ديالو. دابا ما غاديش نوقف من التحريك نهائيا، غنبقى واقفه حداه، غنعطيه تقريبا واحد 5 ولا 7 دقائق هكاك وانا كنحركو بدون توقف، حتى كيبان لي بدا كيذهب اللون ديالو. بدا يعني كيتحمر شويه صافي، وغادي نحبس عليه. صافي البنات، ها هو الزنجلان ديالي راه تحمر. قلبتو في هذا المول هذا ولا هذا اللاطه باش يبرد شويه. هانتوما كتشوفوا اللون ديالو كيف كيجي، راه كيذهب، كياخذ واحد اللون زوين. حاولوا تردوا معاه البال بزاف في هذيك المرحله الاخرى، راه دغيا كيتشوط هذاك التحتاني، يعني ما توقفوش من التحريك. صافي دابا غادي نخليه على جنب وغادي ندوز باش نحمر الشوفان. في نفس الكوكوطه البنات غادي ندير الشوفان. عندي هنايا نص كيلو ديال الشوفان، العافيه كتكون مهيله، كنقصوها لاقصى درجه لان الشوفان راه دغيا كيتحمر ودغيا كيتحرق، يعني هو ماشي بحال الزنجلان. ما ننصحكمش باش ديروه باش تمشيو تقريو شي حاجه، بالعكس هو كيبغي تبقاي واقفه حداه وتبقاي تحركيه هكا، لانه دغيا هو كيتحمر، ما كياخذش الوقت بزاف ودغيا كيتحرق. غير تسهي عليه غادي تلقاي داك التحتاني كله تشوط، يعني غتبقاي واقفه حداه هكا. العافيه يعني ماشي بحال الشميعه، يعني عافيه ناقصه، كتنقصي البوطه ديالك وتبقاي هكا كتحركي حتى كيبانوا لك دوك الحبات تحمروا، خداو واحد اللون مذهب صافي، وكنحبسوا عليه. وها هو البنات الشوفان من بعد ما حمرته حتى هو درتو في هذا المول باش يبرد. ها نتوما هذا هو القياس ديالو، حاولوا ما تحمروش اكثر من هذا اللون هذا لانه ساهل باش يعطي ديك البنه ديال الحراق ولا المروره. ودابا البنات غادي ندوز للدقيق، حتى هو بنفس الطريقه ديال الزنجلان. في الاول كنشعلو العافيه مهيله وكنبقى نحرك مره، يعني كنكون حداه كنقضي شي حاجه، ومره كنجي هكا كنقلبو. المهم كتبقاو حداه، يعني ماشي ديريه واش تمشي تجلسي ولا شي حاجه، كتكوني غير حداه هكا كتقضي شي حاجه في الكوزينه، مره حركي. ملي كتحسوا به الحراره ديالو ارتفعات بانه صافي ولا سخون وغادي يبدا يتحمر، ديك الساعات غادي تبداو تحركوا بدون توقف، يعني غتعطيوه حتى واحد 5 ولا 10 دقائق ديال التحريك مستمر حتى كياخذ واحد اللون اللي مذهب بحال الشكل، يعني واحد اللون هكا بحال الشكل لون الكراميل، يعني ماشي مغلوق بزاف.
المهم انا دابا غادي نبقى نحركو غير مره العافيه مهيله، من بعد نشارككم الشكل ديالو كيف غيجي. هانتوما البنات الدقيق ديالي راه تقريبا شي ربع ساعه وانا شاعله ليه، كنحركو غير مره في نفس الوقت فسخت معايا داك الكميه ديال اللوز اللي قلت لكم خليتها قبيله غادي نسلقها ونقليها، يعني كتقلي شي حاجه وفي نفس الوقت انت كتحركي غير مره. دابا راه صافي بدا كيتحمر ليا، يعني ما خصنيش نحبس من التحراك لان صافي بدا كياخذ لون. الا حبست هذاك التحتاني غادي يتحرق، غنبقى هكا مستمره في التحريك ما نحبسش نهائيا حتى كنوصل داك اللون اللي بغيت صافي، ونحيدوه نديرو في شي مول ولا شي لاطه باش يبرد. واحد الاضافه البنات بغيت نقولها لكم، انا في بدايه الفيديو قلت لكم عندي نص كيلو ديال الدقيق، ولكن راني غلطت، عندي عبرت كيلو الا ربع ديال الدقيق، فنسيت ما قلت لكم هذه القضيه بان الدقيق ديما وفيو فيه العبار، يعني العبار يكون وافي. مثلا الا انت حاجتك بكيلو ديال الدقيق غتعبري كيلو وربع، تحمري كيلو وربع. مثلا انا حاجتي بنص كيلو غنحمر كيلو الا ربع، لان الدقيق دائما كينقص في العبار لان كنغربلوه وكيتحيدوا منه هذوك الكواري هكا اللي كيبقاو مجموعين ما كيتحمروش من الداخل. ملي كنقصوهم يلاه كيجينا داك العبار اللي بغينا. فحاولوا ديما الدقيق وفيو العبار فاش تبغيو تحمروه، وفيو العبار بواحد 4 ولا 300 غرام باش يلاه يجيكم هو هذاك. وها هو البنات الدقيق ديالي من بعد ما حمرتوه، هانتوما كتشوفوا هذا هو القياس، راني درتو في هاد اللاطه هذه باش يبرد. هانتوما اللون ديالو كيف داير، هذا هو القياس ديالو. ما تحمروهش اكثر من هكا باش ما يجيش عاوتاني عاطي ديك البنه ديال الحراق. ودابا غادي ندوز النافع وحبه حلاوه هما اللي بقاو ليا. بالنسبه ليهم فما كيبغيوش قلت لكم البنات بالنسبه للنافع وحبه حلاوه راه ما كيبغيوش تحمر بزاف، يعني غير كنديوهم نجيبوه هكا شويه غير كيتقرملوا شويه وكيبان لكم اللون ديالهم تبدل. داك النافع كيبدا اللون ديالو كيتفتح. المهم واحد 2 دقائق ولا 3 غير نحسوا بهم سخنوا مزيان وتقرملوا صافي ونحيدوهم. انا بالنسبه لي راه كنخلطهم، يعني كنحمرهم في دقه واحده وكنطحنهم في دقه واحده. النافع وحبه حلاوه ما كنديرش كل حاجه بوحدها، بغيتو تحمروا كل حاجه بوحدها ممكن. المهم انا كنخلطهم بلا ما نزيد عليا تماره. صافي غادي نحركهم غير واحد شويه هكا يتحمروا شويه يتقرملوا وصافي. وهذا البنات هو الشكل ديال الزرارع ديالنا ولا القوام ديالنا ديال السلوم بعد ما حمرنا كلشي عندنا واجد. هنا عندي الزنجلان كيف كتشوفوا، هانتوما شوفوا اللون ديالو كيغزال هكا ومذهب وكله مقرمش ومقرمل. عندي هنايا اللوز اللي قلت لكم حمرته في الفران، راه كنت مقابلاه في نفس الوقت مع الزنجلان تقريبا تحمروا في نفس الوقت. كنت يعني دايراه في الفران ومره كنجبدو كنحركو شويه حتى خدا داك اللون وتحمر. هنا عندي الدقيق راني مازال ما غربلت، مازال ما تغربل، يعني راه باقي سخون، عاد كملته. هانتوما شوفوا اللون ديالو حتى هو كيف داير. وعندي هنايا الشوفان حتى هو اللي حمرته معكم، راه ما كيبانش مزيان في الصوره، كيبان ابيض ولكن راه محمر، راه واخد واحد اللون يعني بحال قهوي شويه، غير هو ما حمرتوش بزاف. وهنايا عندي النافع وحبه حلاوه حتى هما كيف قلت لكم راه ما كيبغوش تحمر بزاف، غير صهدتهم يعني سخنوا مزيان وصافي. وهذا هو القوام ديالنا ديال السلون. نتمنى يعجبكم تعجبكم الطريقه وتجربوها ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم باش حتى هما يستافدوا. اللي مازال ما اشتركات في القناه تشترك فيها وتفعل الجرس باش دائما يوصلها الجديد. ونخليكم في امان الله.